السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهقنا من الفراخ واللحمة والسمك ورمضان وعزومات رمضان ودوشة رمضان. قلنا نعمل بقى بيتزا. طبعا انتوا عارفين انا وهو، بس هنعمل انا 2 وهو 2. جبت كيلو دقيق وجبت معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة لبن بودر، زعتر. ماشي الكلام تاني. ملح، معلقة كبيرة سكر، لبن بودر، حبة زعتر اهو. وهحطهم على العجينة اهي. وعندي كمان خميرة، كيس خميرة اهو، هنحطه على برضو العجينة. وقلنا حبة ملح، حبة سكر، زعتر، معلقة لبن بودر عشان تطعم العجينة. وده كيس خميرة قدامكم اهو، وهحطه اهو. خلاص كويس كده. كل الناس بقت عارفة انا ما عملتش في رمضان اكل كل الناس. يعني الواحد ما شاء الله من اليوتيوب ده بقى طباخ عالمي، كل حاجة بيعملها ببيته. واللي ما بيعرفش حاجة بيكتب عايز اعمل كذا، تلاقي 100,000 وصفة. يعني ما شاء الله اهو. قلبنا يا ولاد. خلاص ادي هنعمل بيتزا، 4 بيتزات بس. واوريكم القوطة مصلصاها، واللحمة المفرومة عاملة حتة بالبصل، هوريها لكم. خلاص قلبتي جدع. طيب عندنا حبة مية دافية اهي، هنحطها على العجين. ماشي يا حبايبي، وهنتنا نقلب لغاية ما العجينة تتجانس في بعضها. وما طولش عليكم، اعجنها واجيلكم. اعجن العجينة واجيلكم. وما العجينة تخمر نحط عليها واعجنها كويس واجيلكم. بصوا يا حبايبي اهو، عجنتها ومعاكم اهو. وطبعا لازم تكون عجيناتها ملزقه كده شويه، واغطيها. واما تخمر هشغلها واوريها لكم. وادي اللحمه المفرومه عسقتها الصبح اهو، بجزر وفلفل وبصل وثوم. اللحمه المفرومه بتاع البيتزا. ودي القوطه اللي هدهن بيها وش البيتزا، عملتها برضه اهو. وهبدأ بس تخمر ساعة كده، ساعة زمن. الجو حر، غطيها احطها في البلكونة وساعة زمن. ويبقى دي اللحمة المفرومة عملتها اهي وعسقتها من الصبح. ودي القوطة اللي هدم بيها وش البيتزا. وساعة كده ونشتغل في البيتزا وتبقى فطار رمضان. نغير شوية نغير شوية من الأكل. كل يوم رز ومكرونة وفراخ ولحم، رز مكرونة فراخ لحم. قلنا نعمل بقى بيتزا. هعمل لنا واحدة صغيرة على حبة سلطة، هتبقى أكلة جميلة. وأما أجي أشتغل في البيتزا هصور لكم. السلام عليكم. شوفوا العجينة ما شاء الله يا ولاد خمرت ازاي. بص خمرت ازاي. بص بقت قد ايه، كانوا حبة صغيرين بقت قد ايه. ده كيلو دقيق. هتني اقطعها بقى وعندي مع حتى الطبلية اهو. عملت 4 ثواني لسه هحشيهم. دي الرابعة اهي، سهلة. دي اول بيتزاية اطلعها اهي. وهنعمل التانية قدامكم. اول بيتزاية اهي هنحطه في الفرن. عملنا 4 اهو. هنمسك القوطة دي اللي انا مصلصاها،
وبعدين نحط الفلفل ونحط البصل وبعدين نحط القوطة طريقة عشوائية كده. خلاص وبعدين نحط اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين. خلاص عملناها، هنحطها في الفرن وهنخلصهم ونسويهم وبعد كده نجيلهم. دي اول بيتزاية اطلعها اهي، وهنعمل التانية قدامكم. اول بيتزاية اهي هنحطه في الفرن. عملنا 4 اهو. هنمسك القوطة دي اللي انا مصلصاها وبعدين نحط الفلفل ونحط البصل وبعدين نحط القوطة طريقة عشوائية كده. خلاص وبعدين نحط اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين. خلاص عملناها، هنحطها في الفرن وهنخلصهم ونسويهم وبعد كده نجيلهم. السلام عليكم. خلاص انا خلصت ال4 صواني صغيره، وكل ده من كيلو دقيق، وعملت الباقي اللي عايز صغير زي كده. هاخد 2 صغيرين علشان السكر، وعامله عليهم بصل كتير. عارفين فايده البصل، بيهدي السكر شويه. وهقوم على الفرن اخبزهم واعمل حبه سلطه عليهم وخلاص. هو حلو قوي قوي كده، حلو قوي قوي يا محمود، حلو قوي كده. ودي اكلة النهارده. فاضل 2 3 على العيد. خلاص الواحد اتهلك في مصاريف رمضان، اتهلك. فقلنا بقى اليومين دول نعملهم ايه، حاجة كده قليلة. اللهم صل على سيدنا محمد. ورمضان كريم علينا وعليكم، ويا رب ثبت اجرنا، ويا رب نبقى من المعتقين من النار في شهر رمضان. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا رايحة أسويهم. يلا معايا، يلا.